السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هجرب فيه حاجه معاكم انا نفسي مش عارف نتائجها، وهي ان هجرب ان انا اوصل الهارد بتاع اللابتوب على الموبايل، بخصوصا الهارد الاس اس دي بما انه مشابه للفلاش، واشوف اللي هيحصل معاكم. مبدئيا بس هنفتح الموبايل علشان نتاكد من الاوتو جي، وهنجربها الاول على فلاشه نشوف انها شغاله على فلاشه ولا لا. ادي الاوتو جي محطوطه في الفلاشه زي ما حضراتكم شايفين، ونبدا ان احنا ندخلها في الموبايل. طبعا زي ما احنا متعودين لو دخلتها في الموبايل كده على طول مش هتشتغل معاك، فهتضطر انك تيجي على الاعدادات من هنا عشان تفعل الخاصية. تمام، نبحث في الاعدادات ونكتب اوتو جي بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، ونعمل بحث نفتح الاوتو جي كونكشن. بعد كده ندخل على الاوتو جي كونكشن من هنا ونفعلها. تمام، علشان نتأكد ان دخلت معانا من غير اي مشاكل. نبدأ ندخل على الماي فايلز او فايل لوكيشنز من هنا. تمام، طبعا هي لسه مقرتش زي ما حضرتك شايف. نيجي نقلب التوصيل علشان نتأكد انها قرت معانا. تمام، لسه برضو ما قرتش معانا. نحاول ان احنا برضو نوصل. انا عرفت ان الكفر بتاع الموبايل هو اللي عمل المشكلة، فهنشيل الكفر عشان نتأكد بشكل احسن. كده قرت معانا اهي، بدأت انها تقرا معانا بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. تمام، كده الفلاشة قرت معانا مفيش اي مشاكل، وقرت معاك 15 جيجا اهو، والفلاشة اصلا مساحتها 16 جيجا. نبدأ نخلع الفلاشة ونيجي بالهارد اللي هو الاس اس دي بتاعنا. تمام، نبدأ نوصل الراكة زي ما حضراتكم شايفين، نيجي على الموبايل ونوصل بالشكل ده. نفتح بس معلش تاني الفايلز ونوصل بالشكل ده. تمام، انا وصلت الهارد زي ما انتم شايفين اهو، ووصلت الموبايل مع بعض الاتنين. نفتح من فايل تاني. بص، وانت لو تلاحظ في هنا اشارة. تمام، وهنا قرا الهارد معاك، يعني هو قرا الهارد اصلا اللي هو 127 جيجا، هو 128 جيجا بس هو قرا الهارد كده الاس اس دي ده. طبعا كده فيديو كان على السريع، اتمنى يكون عجبك. حابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. شكرا ليكم على المشاهدة.